السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل النهارده بطاطس يا جماعة مع بعضينا. صينية بطاطس ني في ني. دي بطاطس وبصل وطماطم وفلفل الوان. كان عندي واحدة صفرة، عندك احمر اصفر حطي اللي انت عايزاه. عايزة تحطي حامي مفيش مشكلة. ما حبيتش احط شطه فيها عشان الولاد. شويه زيت ذره. حابه تحطي ماده دهنيه تمام مفيش مشكله. هنرص البطاطس. هنعملها كلها ني في ني، احنا مش هنشوح حاجه ومش هنعمل اي حاجه. وهتفرجي على شكل صينيه البطاطس بعد ما نعملها رهيبه فعلا. مش هتصدقي ان دي معموله ني في ني. البطاطس مع بعضينا خرط كده متساويه والبصل عليها. كله قدام عينك اهو. مفيش اي حاجه على النار، مفيش حاجه هتتشوح. هننزل بالطماطم عليها والفلفل. هنقطع الفلفل نحطه عليها. البطاطس دي بقى بتبقى جميلة جدا وخطيرة، بتبقى في منتهى الجمال، حاجة كده خفيفة وحلوة وعلى قد الدسم اللي هيبقى موجود فيها او الغذاء اللي جواها. بس هي بتبقى رهيبة وشكلها جميل جدا، ولا محطوط لها بقى صلصة ولا محطوط لها لون ولا محطوط لها اي حاجة. دي حاجة كده بتاعت زمان بقى، دي البطاطس اللي كنا بنعملها زمان. هتعجبك قوي، جربيها وانا متأكدة انها هتعجبك. ويا ريت يا جماعة نشير الفيديوهات عشان خاطر كل اخواتنا وحبايبنا يشوفوها، وكل البنات اللي زيك يا عسولة تشوفها، عشان انا معرفش انت تعرفي. اللي يعرف يعمل حاجة يقول للتاني. شوحنا الشعرية، غسلنا الرز وصفيناه ونزلنا عليه. ده كيلو رز، وحطيت تقريبا اقل من يعني 150 جرام شعرية بالظبط. شوحتهم في معلقه سمن وشويه زيت ذره. وهنزل عليهم بالشوربه. لازم الشوربه يا بنات تبقى سخنه، الشوربه عندك تكون بتغلي، عشان خاطر لو الشوربه بتاع الرز او المكرونه مش سخنه معاكي وبتغلي، الحاجه هتبوظ منك، الرز يبوظ منك او المكرونه تبوظ منك. و... ولازم تتاكدي ان الشوربه بتاعتك سخنه. طبعا ده العسول بتاعي الصغنن واقف كده، عايز يقلب البطاطس. البطاطس انا حاطه عليها اللحمه مسلوقه، واخده 3/4 سلقه، يعني هي مكانتش محتاجه حاجه خالص، اللي هي دخلت السوا وحطيت لها الملح. حطيتها على البطاطس، ما قلبتش البطاطس ولا جيت جنبها خالص. وهدخلها بس تاخد لون في الفرن. هزود لها كبشتين شوربه بس اول ما تنشف معايا. انا ما قلبتهاش، انا حطيت كله على بعضه زي ما انت شفتي في اول الفيديو. وهنا عطيت للرز رشه ملح بس. واتفرجي على طعم الرز بتاعك، مش هنحط عليه اي حاجه ولا مرق الدجاج بقى ولا حاجه، احنا عندنا شوربه فمش هينفع نحط حاجه زي كده. صلوا يا بنات على سيدنا محمد في الكومنتات. ويا ريت نملى الكومنتات صلاة على سيدنا محمد، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زودنا الشوربه بالظبط، بتبقى يعني مش بنسيب حاجه، يعني هي عقله صباع صغنطوطه كده فوق الرز. المحشي اللي بنسيب عقله تحت المحشي، لكن الرز بيبقى فوق الرز بعقله صباع. ودي التوابل بتاع البطاطس، مش حاطين اي حاجه، مش افتكاسات. شويه ملح شويه فلفل اسمر شويه كزبره بس. بس يا حبايبي طبعا هنجهز الفرن. هنجهز الشعله. ما عندكيش شعله عادي مفيش مشكله، ممكن تجهزي الفرن مفيش مشاكل. وبرده هتاخد لون، بس حطيها على الشبكه. البطاطس بتاعتنا ما خدتش، هي غلوتين من فوق مش محتاج. ودي الملوخيه بتاعتنا العسل طبعا احنا عارفينها. شفنا الملوخيه واحنا بنعملها بالجمبري، هي نفس طريقه الملوخيه بالظبط اللي احنا عملناها. الرز بتاعنا اهو مفلفل وزي الفل، والملوخيه بتاعتنا هي جميله وحلوه اهي. يا ريت بقى ما تنسيش تحطي لاختك لايك وتعليق حلو منك.
وتشيري الفيديو. ويا رب يا رب اكونش تقلت عليكم، وتكون الحلقة بتاع الفيديو بتاعنا الفيديو كان خفيف وتكوني استفدتي منه. واللي عايز حاجة اعملها او نجربها مع بعضينا في القناة يا ريت يا بنات يقول. وشكرا لكم جدا وعلى دعمكم جدا، وما تحرمش منكم احلى اخوات. باي باي، سيبكم بقى مع بقية الفيديو.